أول مباراة في مونديال 2026 جمعت بين المكسيك وجنوب أفريقيا، لكنها لم تكن مباراة عادية أبداً. المكسيك نجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 في افتتاح البطولة وسط أجواء جماهيرية تاريخية. لكن الحدث الأكبر لم يكن الأهداف بل البطاقات الحمراء. المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء كاملة في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم. جنوب أفريقيا أكملت اللقاء ب9 لاعبين بعد حالتي طرد، بينما أنهت المكسيك المباراة ب10 لاعبين. بداية مجنونة للمونديال. فإذا كانت هذه أول مباراة، فماذا ينتظرنا في باقي البطولات؟